انت بتصغر نظرتك للامور. الناس دي اخر حاجه فعلا بيتكلموا فيها الفلوس. يعني انت ايه يعني 12 15 مليون 30 مليون 50 مليون، الخير كتير، وقاعد مبسوط وبشرب شاي وبشرب قهوه وبروح اتدلع يعني، فاهمني؟ ويشاء عليه القدير تيجي كورونا تقفل لي الفيلم ده كله. فالنهارده انت كبياع عايز تقعد تستنى الفريش ليدز، جالك 3 مكالمات في اليوم وبعت الرساله واستنيت اوردر الغدا، ثم قمت صليت العصر وبعدين قعدت شويه مستني لو حد بعت ريكويست رديت عليه ودخلت نمت او روحت، فانت مش بياع. مرحبا بيك في خدمه العملاء. كان يقول لي لما توصل لمرحله انها عطلت معاك ارجع لنقطه الصفر. معقوله بعد ما كنت صاحب مال ابقى شغال تاني موظف؟ هو ده بقى اللي انا عايز اتكلم فيه. اللي عمل المشكله دي ان معظم الناس اللي ما كانش ليها شغل في وقت من الاوقات قالت طب ما تيجوا نشتغل في العقارات. تصدق بالله انا ما اعرفش احنا مسجلين الكلام ده طبعا وهتبقى مصيبه سودة. انا عندي حته بعرف اشتغل بيها، اني بعرف ادرب فريق محترم. اوعى تغلط غلطاتي في التنقل اوقات لبعض الشركات اللي دون المستوى. معانا في حلقة قوية جدا، حد من الناس اللي الناس كلها بتحبها ومفيش اختلاف عليه. معانا النهاردة حد ملقب بالنمر. معانا النهاردة الدويني. ازيك يا دويني؟ الحمد لله تمام. حلقة منتظرة. الله يخليك يا حبيبي، تسلم. ده انا اللي منتظر ان انا اكون معاك. دويني بقاله قد ايه في العقارات وبيعمل ايه؟ والله انا من يعتبر من 2013. مهم. انا اتخرجت في اول 2004 كده او في نص 2004. بدات ساعتها في نوكيا مصر، كنت في شركه اسمها اي 2. كان فيها يمكن تلت المجال العقاري دلوقتي او نص المجال العقاري دلوقتي الفطاحل، يعني زي دكتور باسم الشربيني، زي مستر محمد سرور تميز، زي مستر طارق عبد المحسن سترايك 5 او سترايك ميديا، والمهندس خالد السيوفي. يعني كان طقم كبير اتنقل بعدها للعقارات. بعدها في 2009 كنت واقف بجرد فرع من الفروع بتاعه التليفونات. دخل عليا واحد سعودي بيشتري، فشافني بقى واقف بقى لابس بدله وقاعد بقى عامل قصه كده، فكان عنده مشكله فبحلها له وبعت له. فقال لي ايه رايك تيجي تشتغل في العقارات؟ فقلت له انا ما ايه الفرق ما بين السوق السعودي والسوق المصري؟ انت ما رحت انا السعودية؟ طبعا. فقلت له ما فهمش فيه. مم. قال لي لا يعني انت ما تيجي وبتاع واللي انت عايزه. طب ماشي عينيا، امتى؟ قال لي بكره الساعه كذا في المهندسين. ما رحتش. تاني يوم اتصل، مم. ايه الموضوع وما جيتش ليه؟ معلش والله اصل عندي ظروف، وكانت انت عارف العذر بتاع الوالده تعبانه دايما ده، لان هي كانت يمكن كان عندها برد ساعتها ولا حاجه. فتالت يوم قلت اروح بقى، ما هو الزن كتير. قال لي ما انا مش مسافر غير لما اشوفه. قبلك. رحت اشوفه. الراجل بصراحه حط لي ورقه، قال لي اكتب الرقم اللي انت عايزه وانا معاك، ومش مسافر غير لما تيجي معايا. فين باسبورك؟ ادي الباسبور. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام. رحت طالع السعوديه، بدات عقار من 2009. 2013 من 2009 دي بادئ في السعوديه بقى. انا بتكلم على لما رجعت مصر يمكن 14 15 في الحدود دي. لكن من 2009 لا انا في السعوديه بقى. تمام. رحت بقى اشتغل في العقار هناك. فين بقى؟ في الرياض؟ في الرياض كنا بنبيع مشروع اسمه الجمره 7، الجمره 9، الجمره 11، الجمره 13. فاكر اساميهم كويس جدا. كل دول اتسلموا؟ 4 مشاريع دلوقتي كلهم ساكنين، حتى الاداري والتجاري كمان شغال فيهم. راجل محترم. وكمان كنا بنبيع مشروع اسمه المارينا، ده بقى اللي ما تسلمش لحد دلوقتي. ده لان هو كان ناطحات سحاب، وكان في منطقه الخبر في الدمام. فكان المشروع كبير قوي، كان 3.5 مليون متر مربع. وكان الادوار بتاعه المباني كانت عاليه قوي. فكان محتاج وقت كبير في البنى ووقت كبير في التجهيزات، وهو ده اللي طول شويه. لكن الشركه اللي انا كنت فيها كانت شركه محترمه جدا. واجهت بس بعض المشاكل، ان انا المصري الوحيد اللي موجود. الناس اللي بتبيع كلها يا اما سعودي يا اما يمني، واليمني بيتكلم سعودي زي السعودي على فكره. ومتربي وعايش هناك. فانا عايز اعرف ابيع ازاي، طب اقابل مين، طب الفيسبوك لسه جديد، طب اعمل ايه؟ فلقيت الناس بتخش على منتديات العقار، منتدى العقار الرياض، منتدى عقار مش عارف مين، منتدى عقار مين. رحت عامل اكاونت حاطط علم السعوديه. بدات اخد من واحد صاحبي الكونتنت اللي اكتب بيه الاعلان. اخد منه الكلام يعني. السعودي. حسام الله يمسيه بالخير يا رب، هو موجود يعني وحي يرزق. هيشوف هيشوف اكيد. ما يعني ما خدت منه الكونتنت، بقيت انزل. فيشاء عليه القدير ان انا ابقى سكند توب اتشيفر او فيرست توب اتشيفر في اول 3 شهور ليا في الشركه، او اول 4 شهور. وانا بسميها ارزاق من عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني انت في الاول وفي الاخر بتسعى، بس طول ما انت بتسعى لحد ما تحس ان انت جبت اخر وبتسعى بعد الاخر، فربنا سبحانه وتعالى مش هيضيع تعبك يا رب. مفيش نجاح من غير تعب، بس مفيش تعب من غير نجاح. هتتعب هتنجح رسمي، ما فيهاش يعني وما للانسان الا ما سعى. ما قالش بقى الا ما ذكى مثلا دماغه جامده جدا عبقري، سعى. ساعتها هتنجح وهتلاقي.
فربنا كرمني جدا، سنه 2 3 4 5 مبسوط الى ابعد الحدود، بترقى وحاجه محترمه وبقى وراجع بقى سيلز دايركتور. ورجعت مصر قلت مش شغال في العقار تاني، ياه، انا خلاص كده جبت فلوس اخر. بقى معاك فلوس فلوس حلوه اكيد خلصت. ودي خلصت ايه؟ دي خلصت بعد اول سنه. المهم القصه مش هنا، القصه ان انت كنت بتتعامل هناك مع شيوخ. يعني انا مش هنسى الشيخ مشاري بن راشد العفاسي لما جه اشترى من عندنا بلوك، وبلوك ده كان حوالي ساعتها كان 32 مليون ريال، مش جنيه يعني. فكان حاجه محترمه قوي يعني، شاري له حوالي 12 فيلا ولا 13 فيلا، فحجم كبير. لما بتقعد مع الناس زي دي قد ايه انت بتصغر نظرتك للامور. الناس دي اخر حاجه فعلا بيتكلموا فيها الفلوس. يعني انت ايه يعني 12 15 مليون 30 مليون 50 مليون، ما الخير كتير، ربنا كريم. انت بترجع من كتر الضغط النفسي اللي انت بتتحط فيه عشان تتعامل مع الناس دي وتتعامل بالراحه، وتبقى بتسحب منه كلمه اشتريت بعد يوم واثنين وثلاثه ومجهود وضغط وتروح له ويجي لك. انت بترجع عايز ترتاح. فرجعت عايز ارتاح، ربنا كرمني، فتحت كافيه في مدينه نصر وفتحت كافيه في مصر الجديده. مبسوط وكان رونالدو وميسي. كنت عامل رونالدو مدينه نصر وميسي مصر الجديده، عامل بلاي ستيشنز وبتاع، وقاعد حاجه في الرواية. ما الانوار اللي هي الغامقه دي اللي هي البلاك لايتس دي وبتاع، وقاعد مبسوط وبشرب شاي وبشرب قهوه وبروح اتدلع يعني، فاهمني. ويشاء عليه القدير تيجي كورونا تقفل لي الفيلم ده كله. كانت ازمه بقى بالنسبه لي، الكورونا كانت ازمه يعني. خلاص انت اتقفل لك مصدر رزقك، عندك اقساط، عندك ايجار، عندك حاجات كتيره. وانا الحمد لله يعني. ابويا الله يرحمه كان معلمني ان انا ما بطلبش حاجه من حد، ما باخدش حاجه من حد. فكان ليا واحد صاحبي جزار. ابو عبد الله يمسيه بالخير يا رب. كلمته، يا ابو عبد الله انزل معاك، هو ما فيش حاجه فاتحه غير محلات الاكل. ما فيش، ما انت كل حاجه قافله، يا صيدليه محل اكل، غير كده كله حظر. قال لي تعالى، اليوميه كام؟ قال لي 300 جنيه. قلت له امين. بدات اشتغل جزار، اتبسطت. بس بدات وانا بشتغل قلت له احنا بنبيع شقه في اليوم، شقه دي ليها نص عجل يعني. طيب ما تيجي نعمل صفحه على الانترنت، نعمل صفحه على الفيسبوك، نعمل شويه شغل كده عشان الناس في زايد برضو راقين شويه واحنا نواكبهم. قال لي توكل على الله. فرحت كلمت واحد صاحبي ارت دايركتور، وخليته عمل لي لوجو لابو عبد الله ده، خد صورته كده وعمل له لوجو كده، يعني اللي هو دلوقتي احنا بنعمله بالاي اي بكبسه زر يعني. ورحت واخده ورحت عامله، جددنا اليافطه، عملنا عليها اللوجو، عملنا صفحه على الفيسبوك. بدات ان انا ابقى قاعد استلم انا الاوردرات عشان ابلغها للشباب عشان نطلع بقى الاوردر بقى ايه اونلاين. وبدات اصور اللحمه عشان تنزل تبقى تشوب اونلاين، ان انت تدوس على على شكل اللحمه، فده كيلو لا 2 كيلو، حاجه زي طلبات بس ايه، حاجه ضيقه قوي يعني. قصدي اللي هو على فيسبوك سوق الكتروني. يشاء عليه القدير بقينا نبيع عجلين بفضل الله، بدل نص عجل زي ما كنا. وفتحنا بعدها بحوالي يمكن ما كملناش 4 شهور ولا 5 شهور، خدنا محل بعدينا بشويه فتحناه فراخ وارانب ومش عارف ايه وبتاع شويه، ورحنا فاتحين كباب وكفته يلم هوالك اللحوم اللي موجوده في المحل. كل ده والدنيا عماله تكبر. والتكنولوجي عموما، او انت لما بتحاول تطور من نفسك او لما بتحاول تواكب الموضه او تركب الترند زي ما بيقولوا، يمكن ده بيكون سبب اللي بيخليك تسبق اللي حواليك. طبعا ان انت تكون متعلم دايما، عندك نوليدج بكل الجديد. ما تحاولش تبقى روتيني، ما تحاولش تبقى بترجع بالزمن، او مثلا ايه، لا انا هتعامل ليه بالتليفون التاتش ده، ما الزراير حلوه هو بيقول الو. لا جرب، حلو، جايز تنجح، جايز تبقى فعلا واخد وضع تاني. وخدنا وضع تاني وتالت لحد بقى 4 محلات. ربنا كرمنا اخر كرم. بعدها يعني انت شريك في محلات جزاره بقى ولا؟ بس انا الحمد لله خرجت من الشراكه دي يمكن من سنه، ولكن انا لحد النهارده ابو عبد الله يمكن يعني انا كل شهر قالوا ابو عبد الله كفايه حبيبي لحمه، لا انت لحمتك موجوده وجايه لك، سواء بقى يبعت لي اوبر، سواء بقى يبعت لي حد من حبايبه باللحمه بتاعتي. فشبه اللي هو الراجل حتى لما رحت ان انت عملت تجديد وفتحت خير عليه يعني. هو مش فتحت خير، هو الخير ده بتاع ربنا. لا يعني انت كنت باس طريق بالظبط. حتى لما رحت اخر مره كنت لسه جايب عربيه من كام شهر، فرحت اذبح في المحل عندي، فلقيته هو حتى قال لوالدتي، يعني كنت واخد والدتي معايا، قال لها انا سبب الخير اللي انا فيه ده يمكن يكون هو محمد يعني. فهو ابن اصول من بني سويف، هو الصعايده كلهم طيبين بصراحه. يشاء عليه القدير بقى ان انا يكلمني واحد صاحبي اسمه المهندس اسامه الدلهماوي. واسامه الدلهماوي ده بقى لما اجي اتكلم عنه
فده خد خط ما قبل اسامه الدلهماوي وخط ما بعد اسامه الدلهماوي. يعني انا حياتي بقسمها لشقين دايما، شق ما قبل اسامه الدلهماوي وشق ما بعده. اسامه الدلهماوي ده راجل مهندس، اتصل بيا قال لي انا مسكت GM في شركه المنصور للتطوير العقاري. انت عندي على الفيسبوك من سنين، انا متابع نجاحاتك ومتابع ان انت راجل محترم وراجل بتشتغل وراجل بتسعى، فانا عايزك تيجي تشتغل معايا ترجع تاني للعقارات. انا كنت في السعوديه طبعا بنزل صوري بقى، انا متكرم من الامير منصور بن متعب بن عبد العزيز، ده وزير الشؤون البلديه والقرويه هناك عن معرض الرياض، ومتكرم بقى من كذا جهه. فكنت بنزل بقى الصور دي بقى وانا باخد الدرع وانا ما انت بتتكرم من وزير طبعا. وانت لسه بياع او لسه تيم ليدر او الكلام ده كله. طب انا هاجي ايه؟ قال لي بص انت على الابيض في السوق العقاري المصري، فانت هتيجي سوبرفايزر وهنشتغل ونزق. يا عم انا دايركتور، ده انا بقى اشوف عندي كام سنه. قال لي لا. قلت له توكلنا على الله. شغال في شركه ايه؟ قال لي المنصور. هتيجي تعمل مع رئيس القطاع التجاري انترفيو. طب قدامي قد ايه؟ المهم قال لي قدامك 3 ايام، باين الرابع يوم هتيجي حاجه زي كده. رحت لابس ونازل، كل يوم انزل اروح فرع من فروع المنصور. سلام عليكم، انا جاي عايز اشتري شقه، ممكن حد يجي يوريني المشاريع؟ فمثلا اروح فرع الهضبه الوسطى يوروني مثلا مشاريع الهضبه الوسطى، اروح فرع المعادي يوروني ايه؟ مشروع المعادي، اروح فرع شارع 9 يوروني مشاريع المقطم في الهضبه العليا. فحفظت وبدات اكتب السلبي والايجابي. انا داخل عند رئيس القطاع التجاري واثق ان الراجل جاي له حد واسطه، فيعني هيبقى قاعد اللي هو ايه، يعني يقلبني، يعني اللي هو ما هو راجل عايز ناس بتطير. احمد عبد الرسول ده مش عبيط يعني، ده راجل تقيل قوي يعني. فرحت داخل على مستر احمد عبد الرسول، ربنا يا رب يمسيه بالخير ويكرمه. قال لي ايه الحكايه والروايه؟ قلت له والله عندك نقط ضعف في كذا. قال لي انا؟ قلت له والله ابدا، مش حضرتك يعني الشركه، انا عندكم مشروع كذا ومشروع كذا ومشروع كذا ومشروع كذا، فرع كذا شرح لي المشروع بشكل كويس، فرع كذا ما شرحوش بشكل كويس، عندك نقطه ضعف في البياع الفلاني، مدير الفرع ما نزلش مع البياع فكان عندي نقطه ضعف مع البياع في ان هو ما عرفش يكمل لي المعلومه اللي بتقول ان انتوا 6 عماير مش 4 بس، وان في تكمله. يعني بدات اشرح له عرفته يعني القوه والضعف، ولو عملنا ايه ممكن يحصل ايه، ولو وصلنا سوات اناليسيس يعني. بالظبط. الراجل قال لي لا لحظه واحده، وراح متصل بالمهندس امجد منصور، ده ابن الحاج محمد صاحب الشركه، قال له تعالى كمل معايا الانترفيو. فالناس جت اتبسطت قوي. فيشاء العلي القدير اتعين، فقابل المهندس ايمن منصور. طبعا انا اتعينت تحت جناح اسامه الدلهماوي، راجل بيعلمني بقى، ما انا داخل الابيض. قابل المهندس ايمن منصور اخو الحاج محمد، وده كان الدينامو بتاع شركه المنصور، الله يرحمه ويحسن اليه يعني. وشاب صغير على فكره، يعني هو مات عنده 38 سنه. نتحرك مع بعض وننزل مع بعض ونشتغل مع بعض. 3 شهور تيم ليدر، 3 شهور بعدها سيلز مانجر، 2 شهور هيد اوف بروكرز، ثم مدير مشروع مكاني بالكامل از سيلز دايركتور. رجعت تاني مكاني الطبيعي في يمكن 9 شهور سنه. الاكسبيرينس تختلف بالظبط، عندك خبره مش بس عندك خبره، واظن السوق هنا اسهل من السعوديه. مش بس كده، هو المساحات هنا اضيق، لان السعوديه قاره على فكره. يعني السعوديه انت عشان تمشي جوه الرياض بس أيوة. تتعب. فبالك بقى لما تطلع من الرياض مثلا لجده، تاخد 800 كيلو عشان تروح مثلا تعمل عمره ولا تعمل الكلام ده، مرعبه يعني، مساحات كبيره. طيب، فيشاء العلي القدير ان احنا ابقى في المنصور وارجع مكاني تاني، وكل ده بفضل ونعمه طبعا من عند ربنا سبحانه وتعالى، وسببه هو المهندس اسامه الدلهماوي والمهندس ايمن منصور. عشان كده دايما انا بحط خط في حياتي قبل اسامه الدلهماوي، قبل ما اقابله، قبل ما يجيبني المنصور، يا ترى كنت لسه هفضل جزار؟ طب كنت هرجع للكافيهات تاني لما الكورونا تخف شويه والمحلات تفتح؟ كنت لسه هفضل ابقى موجود زي ما انا، ولا هخش فعلا شغلانه محترمه زي العقارات وزي طب يا ترى كنت هدرس؟ مش شغلانه محترمه؟ الجزاره شغلانه محترمه ولكن مرهقه جسديا الى ابعد الحدود. تعالى كده كل يوم اقول لك تعالى نشيل فخده طبعا، او نشيل زند ونتحرك بيه من العربيه لحد المحل جوه، او نخرج بيه، او نعمل حاجه زي كده، او تقف تقطع، او الساطور يرد في ايدك، وتعالى اخر النهار نام، وتعالى اخر النهار وانت شغال في العقارات ونام. المجهود الجسدي مرعب. والذهني برضه في العقارات، الذهني في العقارات بقى، والتارجت. وده كان السبب في السكر والضغط يعني، فاهمني؟ دول اللي جم بسرعه شويه، بس يعني الحمد لله برضو الواحد بيقول الحمد لله على كل حال. بس قصدي المساحه نفسها. عايز اقول لك على حاجه، اتفضل.
انا مش عارف اسال ولا سؤال، انت ممتع للغايه. الله يخليك يا اقسم باشا، بالله الله انت يخليك. ممتع طب للغايه. انا هقفل الورق وانت الله يخليك. اصلا ماشي لا خش، بالاسئله، خش في انت الاسئله، حصان. خش لا في لا لا، انت بتجاوب الاسئله. على الاسئله بس من غير ما اسال. يعني انت ماشي جميل، ماشي، الله كمل. يخليك. فلقيت الموضوع في العقارات افضل. دخلت العقارات انا سني كبير، ليه يا عم ما تقولش على نفسك كده؟ بالنسبه للناس اللي اه حواليا. بس انت بوزيشن كبير. بس بدات اشوف الدايركتورز اللي حواليا اصغر مني سنا، عندهم خبره في السوق العقاري المصري طب قبل اكتر ما مني. نطلع للسيلز دايركتور، انا عايز اخد منك شويه نصايح للسيلز الشاطر، وانا ما هرجع. بلاش والنبي لحسن ما فهمش واحد شاطر ومكفرين اللي جابوني، تعبني قوي، يعني تعبني. ما هو فذكر فان الذكرى طيب تنفع. حاضر، انا هحكي بس عن كام حاجه كده انا كنت بعملهم، دول اللي فرقوني شويه عن السيلز اللي جنبي، فبقيت تيم ليدر عليه. حلو ثم فرقوني عن التيم ليدرز الموجودين في الشركه، حلو. فبقيت عليهم مانجر. ثم فرقوني فبقيت دايركتور. طب حلو، قول لي بقى السيلز الشاطر المفروض من وجهه نظرك يعمل ايه؟ السيلز الشاطر من وجهه نظري يختلف. السيلز الشاطر انا بشوفه ان انت راجل جاي لازم تبقى كاريزما في كل حاجه، بتتحرك، بتتنطط، لابس كويس جدا، شكلك كويس جدا، مهتم بنفسك جدا جدا جدا، بتذاكر مشروعك والمنافسين بتوعك يوميا. مم. ثم انا عايز اقول حاجه، لما انا كنت بياع كان اهم حاجه عندي انزل شركه البروكر واقعد وصاحب الناس، واقعد استنى صاحب الشركه عشان اخش له بس اقول له انا جيت بس قلت اسلم على حضرتك، قد ايه انا مبسوط ان انا شغال معاك. اتعرف عليه، اتعرف على اسمه، واعمل شيت واكتب فيه اسمه واكتب فيه رقمه واكتب اسم الشركه واكتب عنوانها، رحت اورينتيشن ولا ما رحتش، كل ده، واروح جاي متصور معاهم ونازل بصوره على الفيسبوك يعني بعمل ماركتنج لنفسي، عشان على الاقل وانا بشتغل لما انا ببعت للبروكر بشكل يومي، فالبروكر لو قعد يوصل له 600 رساله في اليوم من 600 مطور مش هيفتح حاجه. لكن لو هو عارف الدويني والدويني بيكلمه وبيوده ودايما رايح جاي معاه ويلاقيه بيخبط على الشركه يقول له انا جاي اعمل ورك شوب معاك، طب تعالى هات الارقام اللي عندك تعالى نشتغلها سوا، طيب. انا كنت لحوح لدرجه التناحه. يعني اصحاب شركات البروكر كانت يمكن لو طالب تقفل باب الشركه وانا داخل يقفلوه. انا كل يوم في 4-5 شركات، ما برتاحش عشان اعمل تارجت وعشان اشتغل وعشان يبقى ليا اسم. ما هو شوف، انت لو سيلز شاطر، لو انت شغال عشان الشركه وعشان مديرك يبقى راضي عنك، فانت سيلز تعبان. انت بتشتغل عشان اسمك، انت بتشتغل عشان الدخل المادي بتاعك يعلى، انت بتشتغل عشان خبرتك تعلى وعلاقاتك تكبر. كل ما دوايرك كبرت كل ما انت قدرت توصل لاهداف كانت صعب توصل لها قبل كده. فالنهارده انت كبياع عايز تقعد تستنى الفريش ليدز، جالك 3 مكالمات في اليوم وبعت الرساله واستنيت اوردر الغدا، ثم قمت صليت العصر وبعدين قعدت شويه مستني لو حد بعت ريكويست رديت عليه ودخلت نمت او روحت، فانت مش بياع. مرحبا بك في خدمه العملاء، مرحبا بك في قسم المحاسبه، مرحبا بك كسيلز ادمن، انت راجل شاطر في الحته دي لانك راجل هادي. البياع دائما وابدا هو شخص تحس انه بيتنطط. امتى السيلز يقول ان هو اكتفى في المجال؟ ما حدش بيكتفي. هات لي حد اكتفى كده في المجال. يعني انا اقول لك حاجه، لا انت قلت في الاول ان انت رجعت مش عايز تشتغل الشغلانه دي. بس رجعت تاني للعقارات. ما هي دي المشكله، هي فلوسها والتدرج الوظيفي فيها والطريقه والتغير ما بين شركه وشركه بيخليك دايما عندك تشالنج جديده. السيلز لما بيدوق الفلوس بيحط نفسه في مستوى اجتماعي معين ومستوى معيشي معين. لما بيبعد مهما كانت فلوسه، لما بتبدأ تقل لأنه بيربط نفسه بأقساط كبيرة وبيربط لازم تلاقيه راجع تاني. العملية مش بس إن أنا اكتفيت فلوس، هو ممكن يتعب نفسيا لدرجة إن هو يقول أنا مش قادر. طيب كل الناس اللي بتفتح شركات بروكر ما بتفلحش في شركات البروكر عشان طبعا انت عارف الأسباب، ما بيرجعوش يشتغلوا سيلز او ما بينزلش. ده حتى اللي بيطلع دايركتور لو هو فشل ما بيرجعش تاني يبقى سيلز. بص أنا هقول لك تعالجه حاجة، ازاي ده ولا تقول له ايه؟ هو ما عالجوش. هو كان في جملة دايما كان الحداد يقولها لي لما كنا نقعد وتعطل معانا مشروع، يعني حداد صاحبي واخويا يعني، كان يقول لي لما توصل لمرحلة انها عطلت معاك ارجع لنقطة الصفر. فكنت اضحك اقول له ازاي يا حداد؟ يقول لي هات ورقة وقلم وارجع سيلز، امسك مكالمات، شوف جروبات، شوف الرسالة بتتبعت ازاي، بيع بنفسك عشان تعمل ريفرش لمخك.
عشان تشوف انت ماشي صح ولا ماشي غلط، بس من تحت، مش من المكيف، مش من المكتب. انزل روح اورينتيشن، قابل البروكرز، اعرف اعتراضاتهم. انت فاهمني؟ فالنهارده لما انا كنت قاعد في اخر كورس كنت باخده في الجامعه الامريكيه، فكان قاعد جنبي حد من سي تي ايدج، وده حد كويس يعني بدون ذكر اسمه يعني، ومركزه كويس في سي تي ايدج يعني. فكان بيقول لي دويني، هو انت لو اتحركت من مكانك كسي سي او وجيت عندي سينيور سيلز مانجر، لان طبعا انت بتتحرك من كيان سي مثلا لكيان ايه، كأنها هتتحط في ترس. هل انت عندك مشكله؟ قلت له اطلاقا. انا حتى ما كانش عندي مشكله في وقت من الاوقات ان انا اشتغل هيد اوف سيلز وانزل درجه او انزل درجتين يعني، او انزل دايركتور. ما هو ده عليك انت، انا بتكلم على الناس لما انت تشوفها من وجهة نظرك انت. هو بص، هو الناس بتحسبها اجتماعيا اكتر. يعني انا كنت دايركتور في مكان او كنت سي سي او في مكان، معقول ارجع سيلز مانجر تاني؟ معقول ارجع تاني سوبرفايزر؟ معقول ارجع تاني تيم ليدر؟ معقولة اسيب الشركة اللي انا فتحتها وانزل سيلز تاني؟ بالظبط. معقوله بعد ما كنت صاحب مال ابقى شغال تاني موظف؟ هو ده بقى اللي انا عايز اتكلم فيه. انت كنت موظف شاطر جدا، كنت بياع شاطر جدا، كنت مدير مبيعات شاطر جدا، خيالك كان فاضي لشغلك فقط، عشان كده كنت قادر تنجح. اول ما تخرج من الشغلانه وتروح تفتح شركه بروكر، خيالك اتقسم ما بين ايجار، مرتبات الناس اللي موجودين في رقبتك دول، ما هم دول موظفين معاك، طيب كهرباء، ميه، مشاكل عند البواب، مين ركن مين ما ركنش، مين نزل خد العميل راح بيه ولا ما راحش، المحاسب جاب المطالبه ولا ما جابهاش. الكلام ده كله شتتك. ثم انت نفسيا تستطيع تدير مكان وتبقى مسؤول عنه، ولا انت موظف؟ ما هو شوف، في ناس ربنا سبحانه وتعالى خلقها عندها قدرة نفسية تبقى تاخد الريسك وتشتغل وتدير مكان وتبقى صاحبته، ويبقى بيحط كل شهر المرتبات وي 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 وي. وفي ناس ما تنفعش غير موظفين. انا واحد من الناس ما عنديش قدرة نفسية ابقى صاحب مكان. ابقى صاحب مكان هتعب نفسيا، لاني ابقى مسؤول عن كل حاجة في المكان، ورواتب الناس والايجار والكهرباء، طب شهر فوق طب شهر تحت. الكلام ده كله محتاج مجهود ذهني خارق، هيشتتك عن شغلك الاساسي. طب في ناس عندها القدره دي؟ طبعا في ناس عندها القدره دي، بس مش عندي. عشان كده انا بعترف تماما هو ان انا، هيعرف ازاي من غير ما يجرب؟ ما هو بقى يجرب ما يجربش، ما هو بيجربوا وبيرجعوا بس. انا قصدي ايه؟ انا قصدي ان عدد شركات البروكرز الموجوده في مصر هم 8000 شركه مسجله، معاهم ورق 2500 شركه بمقرات وبياعين، وحوالي 6500 شركه ولا يعني الاحصائيه دي جايبها المتبقي. منين؟ الاحصائيه دي لو انت بصيت على، دايما لما دايما لما تروح وزاره الاستثمار او بتطلب بعض البيانات او بتطلب من السجلات التجاريه من وزاره التجاره والكلام ده كله، بيدوك بعض البيانات اللي ممكن تكون مسجله عندهم. فكلمه 8000 شركه وساطه عقاريه دي ارقام مسجله، 2500 بمقرات، يعني شركه تروح هتلاقي شركه، والباقي كل واحد معاه ورق، وممكن يكون بياع في شركه ديفلوبر عامل لنفسه ورق وعامل لنفسه ضرايب وبيروح يبيع البيعات ويدخلها لنفسه. ده حرام. فاحنا امام يعني هو انا ما دخلتش هنا في الحرام والحلال، ولكن هو حرام، ولكن احنا امام 8000 شركه وساطه عقاريه. طب انتوا كلكم هتبيعوا ايه؟ طيب هل وصلنا لمرحله هدك عند الناس بسبب المكالمات ليل نهار؟ وصلنا المشاكل مع الناس، ان فعلا انت بتتصل بيا وانا راكب مكنه رايح اوصل اوردر طلبات، تقول لي على فكره الفيلا ب 15 مليون عليها عرض ب 14 مليون طب 500. مين اللي عمل المشكله دي؟ اللي عمل المشكله دي ان معظم الناس اللي ما كانش ليها شغل في وقت من الاوقات قالت طب ما تيجوا نشتغل في العقارات. الانفتاح في السوق المصري نتيجه بنى العاصمه الاداريه الجديده خلى عندك سوق مفتوحه قابل للزياده في اي وقت من عدد بياعين وعدد شركات وي 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 وي. لكن عدد شركات البروكر اللي ظهرت كان مهول. ناس كتير على فكره دخلت وحاولت وخرجت، طبعا. ما نجحتش في المجال. ما هو انت بص، انت راجل طول عمرك انطوائي، راجل مالكش اصحاب، راجل عايش لوحدك، ايه اللي مدخلك تبيع عقار؟ ما عندكش السكيلز دي اصلا. انت طباعك ما ينفعش تبقى راجل هادي، لازم تبقى راجل بتتنطط، راجل بتتكلم، راجل عندك صحاب كتيره، راجل ليك زي ما بيقولوا ايه طله، زي ما بيقولوا ليك كاريزما تقدر انت تتعامل مع مين الناس. الموجود في القطاع التجاري عنده كاريزما من وجهه نظرك؟ وكلهم والله،
كلهم يعني ناس محترمه والله. مين اكتر حد من وجهة نظرك؟ انا بص، خلينا صراحه. كل رؤساء القطاع هيشكر في نفسه التجاري، اللي قبليه. لا والله كل رؤساء القطاع التجاري محترمين، لكن تعالى كل واحد يجي اسالك. هنا يقعد يبقى دبلوماسي طب اقول ويقعد لك حاجه، يقول طب لي. تعالى اقول لك حاجه. لو كريم مأمون نزل بمشروع ونزل جنبه 10 مشاريع، مين يخطف الكاميرا اكتر؟ كريم مأمون. ملوش حل. ليه؟ عشان هو بيعمل حاجات مختلفة دايما هو وبيسبق بيها السوق، والسوق بيقلده. عقليه مختلفه. كل ما كريم يعمل كده تلاقيه عمل كده، كل ما يعمل كده تلاقيه عمل كده. هو عارف نقط انطلاقه فين، عارف قوته فين. ممكن يكون عنده نقط ضعف هو سايبها، هو عارف نقط القوه بتاعته وبيدوس عليها وبينميها اكتر. فعارف هو امتى بيوصل وعايز يوصل لايه وبيبيع لمين، انتهى موضوعه. فكريم لما تيجي تسالني النهارده انا طالع لونش وكريم طالع لونش، لا طبعا انا ممكن اجل اللونش بتاعي عشان كريم هيخطف الدنيا. كريم صاحبك؟ والله انا بحبه جدا، يعني الناس كلها محترمه وجميله، ولما بنتقابل بنقعد وبنخرج لكن احنا مش صحاب مقربين يعني. ولكن انا كريم بحبه جدا جدا كمان. طيب تعالى لما عارف ان نتكلم. كريم كان معايا في السيزون الاول اللي افتتاح لا والله. البرنامج. طب كويس كريم من الشخصيات المحترمه جدا، محترم جدا جدا. وراجل وغير فاهم. الطبيعي اللي بيتقال عليه في السوق. لا يعني سيبك هو بيتقال يعني عليه هو إيه؟ دايما اي حد، يعني انت ما بيتقالش عليك كلام حلو ووحش، بس كريم اكتر دايما بيبقى بيلعب في نقطه الاختلاف دي. ما يعني يمكن هي يمكن دي. كريم يمكن عشان انجح، ممكن فممكن يكون اعدائه اكتر. هو ده طيب. اللي انا اقصده يعني. بالظبط. طب تعالى مثلا نروح لواحد زي كريم عابدين. كريم عابدين مثلا هو واخد حته اكاديميه كده معينه، شعريتين شبه مو صلاح، البنطلون اللي بالحزام اللميع والجزمه اللميع، هو واخد حته كده مختلفه وهو مؤدب قوي. فبرضه كريم ليه احترامه وليه حته هو ناجح فيها، بيعرف يسترس عليها، حبب السيلز اللي تحتيه. دويني، هو ايه النجاح من وجهة نظرك؟ يعني هو ممكن يكون الارقام مختلفه، دخلوا اماكن وعملوش نفس الارقام. النسب مختلفه، ونسب النجاح من شخصيه لشخصيه مختلفه، ومن نظره الشخص للنجاح نفسه مختلفه. يعني مثلا في واحد يقول لك انا بعت بمليار وانا نجحت، في واحد يقول لك انا دخلت الشركه ما كانتش شركه، قدرت اطور، قدرت اعمل سيستم، قدرت اجيب ناس، قدرت اشتغل، قدرت اكبر، قدرت اخلي الفرع فرعين، قدرت اخلي المشروع مشروعين، نجحت. في ناس تانية تقول لك لا انا والله دخلت الشركه دي صاحبها ما كانش فاهم حاجه وانا فهمته كل حاجه، نجحت. طب بعت؟ لا ما بعتش والله. طب كبرت؟ لا ما كبرتش والله. طب خدته؟ لا ما خدناش. فكل واحد دايما تلاقيه وهو بيجوين نيو جوب يعني يقول لك ايه، يقول لك سكسس ستوري جديده، ما كانتش القديمه. انت الوحيد اللي بشوفه ان صاحب الشركه بيكرمه. لا لا والله انا HMD برضو اتكرمت فيها 3 مرات، ليه؟ كابيتال هيلز اتكرمت يعني فيها انت مرتين. المفروض اللي تكرم الناس، مش هو اللي يكرمه. بص انا بكرم الناس دائما وابدا، بس فجاه كده بتلاقي صاحب الشركه كل 6 شهور كده في شركه انا فيها البارون اتكرمت فيها، دايما كده تلاقيه راح من ورايا كده، راح جايب درع كده ولا جايب شيك ولا جايب بتاع ويجي يكرمني. شوف اخر تكريم كان امبارح. ماشي، ايه هو؟ لا كان فلوس. لا ايه هو؟ ليه؟ بص احكي لنا ليه كرمت. حاضر. انا دخلت الشركه دي شركه MRS بالمناسبه يعني. بالمناسبه انا حابب احيي المهندس ساري مصطفى اللي هو صاحب الشركه يعني، بغض النظر طبعا عن كلام لعيبه الكوره اللي هو اول ما يصادفوه يقول لهم بحب احيي مجلس الاداره والجهاز الفني وكده. لا انا بعيد يعني راعي الرياضه والمصريين. لا انا بحيي الراجل ده ان هو راجل لما جيت اشتغل معاه قال لي انا مش فاهم في حتتك، انا راجل مهندس مدني بتاع موقع طوب وزلط ورمل، ولا انت فاهم في حتتي. قلت له كلام سليم، انا ما انكرتش. فانا هسيب لك حتتك وانت سيب لي حتتي، انت تديني فلوس انا ابني، وانا لما ابني تعال انت صور ماركت زي ما تعمل ماركت. الراجل كان محترم جدا، راجل عارف ما له وما عليه. فلما جابني وكان صريح معايا من البدايه، انا كمان كنت صريح جدا مع نفسي ان انا اعمل اللي عليا وزياده. فكنت بشتغل كل حاجه. عشان كده انا حتى داخل CEO مش CCO، مش رئيس قطاع تجاري، لا رئيس تنفيذي. كل حاجه مدخل نفسي فيها عشان احاول اخلي كل الفرق اللي في الشركه تتكلم نفس اللغه. ما هو الحسابات بتتكلم. مين اللي جابك الشركه دي؟ طاهر حمدي بصراحه. اشمعنى انت؟ ما طاهر عارف ناس كتير. طاهر كان قاعد مع المهندس ساري في يوم وقال له يعني انا ما عنديش رئيس قطاع والدنيا والحفله كمان 15 يوم ومش عارفين نعزم مين ونجيب مين. قال له طب ايه رايك نجيب الدويني؟ ما عرفوش وبتاع. قال له ده لو جه يكشي يجي 10 ايام بس.
هيعمل لونش محترم، هيسعر تسعير سليم، هيقدر يعمل لك سيرفي محترم، هيوحد الرجاله يخليهم يشتغلوا بشكل محترم وبقلب كويس. فالراجل فعلا جابني وقعدت معاه ورحت اعتذر له تاني يوم. ياه! والله رحت اعتذر له وانا طالع، حتى جات لي مكالمه من حد حبيبي قوي عنده كومباوند كبير كده في الار 7، مش هنقول اسمه يعني، وقال لي يعني عايزين نقعد مع بعض بعد بكره عشان اكون رجعت من السفر وتيجي تمسك الشركه يعني. قلت له بشكرك، انا طالع بس اعتذر لواحد ونازل تاني يعني. وفعلا كنت هعتذر وانزل اريح تاني يوم واطلع على تالت يوم. طلعت اعتذر لقيت راجل بيقول لي انا عايزك تشتغل معايا، خد ورقه اهي، الرقم اللي انت عايزه اكتبه، انا عايزك تشتغل معايا يا سيدي، ارمي بياضك زي ما بيقولوا يعني، شهر حتى لو ما عجبكش الوضع امشي، وانا لو ما عجبنيش اعتذر لك. صح. قلت له والله انا يعني مستغرب الصراحه دي والوضوح دايما انت لما تروح اي شركه، المطورين في مصر دلوقتي بقوا ملدوعين من الزبادي، فبينفخوا في اي حاجه يعني، مش بس التدعوا من الشوربه، لا الشوربه والزبادي مر عليهم كل الاكلات يعني. فدخلت اشتغلت وربنا كرمني اخر كرم، وكانت النتيجه من التسعير السليم والبيمنت الطويله اللي انا حتى وانا بعلنها في الحفله الناس استغربت قوي، هو الدوني جاي يبوظ السوق؟ انت جاي تحط لي 8 سنين في التجمع و9 سنين في التجمع؟ فانا كنت قايل للراجل صاحب الشركه 25 هتبقى سنه غربله المطورين، في مطورين كتير هتخرج من اللعبه، في ناس كتير هيجي عليها تسليمات وطبعا هنقابلهم كلهم في دبي. ما يعني ما ده امر متروك يعني لله وحده يعني، ربنا يستر. طيب وناس كتيره هتكمل، فلو ما كناش هنطول فترات السداد، لان السوق في حاله هيحصل فيه حاله رجوع للسهم، لان الانطلاقه هتبقى في 26، وده الاقتصاد العالمي مش الاقتصاد المصري بس مش اولها كمان يعني. فانا لازم في 25 اهدى تحت الموجه شويه، مش لازم اطلع راسي، فهنسعر صح وهنعمل هامش ربح اقل. طب هل الكونستراكشن بقى ماشيين مع الكاش فلو اللي انت ماشيين زي الفل، احنا بفضل الله لسه النهارده دافعين القسط التاني من الارض كده 51.5%، ودي مش موجوده في المنطقه كلها اللي حواليا في البنفسج والياسمين. عشان كده ما خدتش ارض جديده، هات لي اي واحد في عشان البنفسج كده ما عملتش والياسمين مشروع جديد بالظبط يعني. لا الارض الجديده موجوده بفضل الله كمان. لا بص، احنا ماشيين بخطى ثابته، معديين ال 55% مبيعات في 7 شهور بس، ودي في مول اداري وتجاري في منطقه سكنيه مش على ال90، ده معجزه. لا حلو. لان انت النهارده العميل بتاعك عايز يروح يشتري محل يقول لك هات لي على ال90، صح ولا انا غلطان؟ ما انا ضامن تاجيره. طيب هتاخدني جوه في المناطق السكنيه؟ لا يا عم انا مش عايز. مع انه هيبيع اكتر بس ماشي يعني. طب هات لي عياده؟ لا هات لي على ال90، اصل انا عايز اسمي يبقى مش عارف فين. فالبيعه نفسها مش سهله، مم. وخصوصا ان الشركه اول انتوا مره عاملين تبني اداري جزء وتجاري. ليزنج يعني جزء تأجير بعد جزء لينا احنا، انا محدد كم محل كده وكم محل في الدور الاول فقط، لكن انا خلصت كل العيادات والمكاتب الاداريه، المفروض خلصت هتسلموا مبيعات. امتى؟ احنا المفروض هنسلم اخر 27 باذن الله. كويس، ده اول مشروع ليكوا صح؟ ده اول مشروع لينا اهم على فكره في المول خد بالك ده التشغيل. اول مشروع تجاري، لكن احنا عندنا 20 عماره سكنيه مسلمين 10 كله وبنبني بيقول كده 5. دوين. لا موجودين. المهم يعني ان هو تجمع. قصه المول اهم حاجه التشغيل. احنا نخلص الحلقه دي واروح اوديك الاندلس. والرسمه ما هو انا مش عارف العماره دي بتاعك ولا لا، ما اول كان بني مكتوب عليها والله. مش يعني هو مطوع جروب كان طالع برضه ب5 عماير وبقى دلوقتي بسم الله ما شاء الله. بالظبط مش هو ده يعني انا عندي عماره في البلد عادي ممكن بص انا اقول لك حاجه لا انت وسيل المطورين بس انا لا مش انا عايز اقول لك اني مش عارف صاحب الشركه نفسه كان عنده شركه مقاولات في ابو ظبي، قعد 20 سنه هناك، لما نزل مصر عايز يبقى عنده شركه مقاولات، فلقى ان مطور افضل هيشتري ارض وهيبنيها هو، وعشان كده هو لما جابني قال لي انا مش فاهم في حتتك وانت مش فاهم في حتتي، فسيبني ابني وانت تعمل ايه؟ تبيع وتماركت للشركه. حاضر. وقد كان. بس انت مبسوط جدا يعني انت مبسوط. منا ابو حشيش مثلا لوحدها طبعا، منا من الريكروترز اللي بيطيروا في الجو يعني، حاجه كده اللي هو زي عمرو دياب في مجاله، زي كريم مأمون عندنا وزي الحاجات دي يعني. فاتصلت ب3 اوفرات في خلال ال3 شهور اللي فاتوا، فكل مره اشكرها، فتقول لي يا دويني يعني انت بتاخدش نص الرقم ده، انا متصله بيك بديك رقم محترم. فاقول لها لا. فجيت في 3 اوفر قالت لي اقول لك حاجه، قلت لها قولي. قالت لي انا فرحانه قوي ان انت بترفض. فقلت لها اشمعنى؟ قالت لي عشان انت اتنقلت كتير الفتره الاخيره، فان انت ترفض معناها انك مرتاح.
لا بس انت كنت بتحقق نجاحات يعني، بص، وكان الناس مش مريحينك بحقق يعني. انت نجاحات. الكوميتمنت اهم حاجه، ان انت اللي بتلتزم بيه الناس ان انت تنفذه، لان الناس بص، دي انت اشتغل معاك بروكر بحوالي 1000 شركه بروكر مثلا. ده حقيقي، ده حقيقي. فان انت تخسر مثلا نصهم عشان حد ما بيطلعش كوميشن، لا، حد عمري ما اعملها. بس فهو ده اللي بص، بيضايق. انا من وانا في المنصور، انا داخل المنصور واحنا شركتين 3، مكتب الحمد للمقاولات ومكتب عم احمد للتأجير ومش عارف ايه. لما جيت خارج كنا 730 شركة شغالين مع المنصور. ده راس مالي اللي انا خرجت بيه. ال 730 دول لما انا رحت اتقان بعدها عشان ابقى استشاري لشركات العاصمة، وانا بقى خد بالك انا ما اعرفش حاجة في العاصمة، فانا رايح مين يعلمني؟ باسم الشربيني. وباسم الشربيني ده غول العاصمه، يعني انا بسميه ده وحش، ده خد بالك يعني. ومين بقى اللي قاعد بيسعر وبيعمل الدراسات الماليه؟ احمد عبد العزيز، ده شريك باسم في اتقان. انت بتتعامل مع 2 مرعبين مرعبين لا مرعبين. عملوا شغل احمد جامد. عبد العزيز مرعب. طيب، تقريبا واخدين شركات كتير جدا 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 في العاصمه وبايعين. فدخلت لقيت باسم معاه 11 اكاونت في العاصمه. قول لي انت، انا هاخد خبره 11 شركه في العاصمه بعد كام سنه؟ بعد 11 سنه لو قعدت في كل شركه سنه، بعد 6 سنين لو قعدت في كل شركه 6 شهور. لكن ان انا اخش ابقى جوه 11 شركه في العاصمه واستشاري ليهم، ما بعملش حاجه غير ان انا بسمع باسم في الاجتماعات وبسمع احمد عبد العزيز وقاعد بشوفه هو بيسعر على اي اساس وبيودي ده هنا ليه وبيروح بهنا ليه وبيجيب ده هنا من هنا ليه. فدي كانت اجمل حاجه انا عملتها في حياتي، ان انا دخلت العاصمه من اوسع باب في العاصمه. انا راجل ببيع تجمع سوري، ببيع معادي وببيع مقطم وببيع هضبه وسطى. ايه اللي يودينا للعاصمه وانا فاهم حاجه؟ فان انت تروح العاصمه تلاقي بقى باسم قاعد بيديك العاصمه حقنه، ثم يشاء عليه القدير ان باسم يروح ماسك شركه اسمها ارك بلان. فارك بلان دي احنا استشاري ليها. فارك بلان دي هي واحده من 5 شركات خططوا العاصمه الاداريه الجديده، زي اوكو بلان وزي لاند وزي الشركات دي، هو UDC 5 بلس. طيب، فيجي دكتور شادي الزيني يعمل للسيلز برزنتيشن عن العاصمه الاداريه. ده مين ده؟ شادي ده اللي مخططها. فانت تقعد تشرب العاصمه من اللي عاملها، فيقول لك ده ليه والشارع ده ليه والمحور ده ليه. طب انت عارف ان في محور اسمه محور 30 يونيو هياخد مدن القناه كلها بالطول؟ ده هتنفذ يعني انت عارف ده؟ طيب تخيل بقى بالظبط. لا، ده اللي واخد مدن القناه كلها، بورسعيد والسويس. بمشي عليه من جنيف، من اسماعيليه، ايوه، اطلع اروح السخنه. ايوه. طب عارف ان الطريق اللي في العاصمه بن بن زايد ان هو معمول انه يمسك لحد هناك عشان يربط مدن القناه كلها بالعاصمه، ومرورا بعد كده بشبكه المواصلات كلها يوديك لحد العلمين الجديده لحد مرسى مطروح مرورا بالقاهره. حاجات كتيره ممكن يكون الناس ما يعرفهاش. النهارده انا كنت بعمل فيديو عن الميديا سيتي. الميديا سيتي دي في المرحله الثانيه في العاصمه. هل حد عارف؟ بس دي قدام السنترال بارك الناحيه الثانيه، انا عارفها تحت، وطرح البيع وما اتباعتش عشان ما فيش مستثمرين دخل لسه تحت. طيب، عارف اطولها قد ايه؟ مساحتها قد ايه؟ عارف 1100 فدان. عارف انت عارف انت رايح فين؟ فانت النهارده لما كان الراجل بيجي يسالنا بالمعلقه، فانا طلعت عارف العاصمه في 6-7 شهور. فده كان فضل كبير من ربنا سبحانه وتعالى، فاهمني؟ ان انت تخش من باب واسع في العاصمه عشان تعرف تبيع فيها. اي حد يكبر في المجال سهل دلوقتي. شوف، هتدرس، هتذاكر، هتقطع السوشيال لايف بتاعتك، هتكبر وهتكبر بسرعه. يعني ايه هقطع السوشيال؟ هقول لك. يعني ما اروحش البيت مثلا؟ تصدق بالله يعني انا ما اعرفش، احنا مسجلين الكلام ده طبعا وهتبقى مصيبه سودة. مراتك انا اتعمل لي 8 قعدات ما بين مراتي واهلها واهلي. يا نهار ابيض. عشان انا ما بقعدش في البيت، مفيش توازن. انا بذاكر ماجستير في الملكيه البريطانيه، واثناء ما انا بنجح وبقدم على الدكتوراه بقدم في نفس الوقت في الAUC على حاجه اسمها ريل استيت فاينانس اند انفستمنت. ودي كورس بيدرس لي ان انا اقيم العقار واعمل تسعير واعمل دراسه جدوى. احنا قاعدين قدام معلمه. فانا قاعد بقى، لا ده انا قاعد بقى بذاكر في الاثنين. طيب قول لي، انا بذاكر في ده وبذاكر في ده وبشتغل وعندي سكر، وحلي الوحيد عشان اخر الادويه شويه وما اخدش ادويه ان انا اروح الجيم كل يوم، يتمشى، يلعب حديد، يتشقلب على بطني. يعني مش لازم حد يجيب بطني قوي لان الواحد بيدخل. طيب فانت كل اللي انت بتعمله ده محتاج ان انت مش هتقابل حد في البيت، انت ما فيش وقت حتى تكلمهم. ما انت بتخرج تجري على المحاضره، تخرج من المحاضره تروح البيت، معاك طقم الجيم معاك، بتعدي على الجيم تغير. طب اقول لك على حاجه تخلص تروح. لها جمله هنا كده عشان تستحملك.
مين؟ كلمتين كده. انا وانا باخد الدكتوراه قدام الدفعه كلها كان 450 طالب يعني، شكرتك قدام ال بشكرك تاني 450 عشان انا طالب. عامل معاكي مشاكل. فبشكرك تاني ان انت استحملتيني في الماجستير واستحملتيني في الدكتوراه واستحملتيني في كابيتال هيلز، ودي كانت اصعب مرحله في حياتي يعني. فبشكرك ويا رب دايما بخير وبصحه يعني. يا الحمد لله كده بس جبنا يعني كده القعدات خلاص مش مهم بقى. كده يومين 3 كده هيضحك في وشي، مش هيبقى فيه بوز باذن الله. طب خلينا نتكلم، نرجع للماركتينج. انت عملت حمله كده من اسكندريه والبحيره، قول لنا فكرتها دي جت منين بالظبط؟ رحت شركه بتبيع مشروع في الساحل. ناس كتيره بلاش 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 بلاش، قلت الراجل لهم اللي بيعزم الناس على الاكل ده، انا ما وقعتش معاك يعني. قلت لهم لا، الديستنيشن جديده رهيب. وانا عايز اشتغل. وعمري ما دخلت ساحل، وانا حاليا دلوقتي ما فيش غير تجمع وعاصمه تجمع وعاصمه. طب ما انا عايز اروح الساحل، عايز اشوف الساحل بيعمل ايه. فرحت بصراحه، بدات مسكت الشركه، كانوا 2 بياعين واوبريشن، جبنا 40 بياع ب4 مديرين وكان سيلز دايركتور رائع استاذ مؤمن، وكان معايا ماركتير شاطر استاذ شادي محمود. كان معايا تيم محترم من الاخر، ما فيش حد بينجح لوحده عشان تبقى عارف يعني. فالتيم ده نجحني بقى ازاي؟ هو توفيق من عند الله سبحانه وتعالى. الله اكبر. اطلاقا. بص، مالكش في رزقك نمله. ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لك كل حاجه، اسعى بس ومالكش دعوه. واخر حاجه تفكر فيها رزقك، اعمل اللي عليك بس. المهم، فربنا كرمني ورحت قعدت، عايزين نشتغل، طب هنعمل حمله. رحت جايب مين؟ مصطفى امين واحمد القاضي بتوع اكاديو. شاطرين قوي قوي قوي، مرعبين يعني شابين، بس بقوا حراقين قوي، بقوا حراقين وبقوا بيكي قوي في اختيار الاكونتس قوي. فشويه تعرف ان انا رحت لهم انا شغال بقى 13 سنه. حلو. رحت لهم 3 مرات ولا مره نفذت معاهم حاجه. ما هو عارف ليه؟ مش انا اللي برفض، الكوتيشن بتاعتهم مرعبه. بص، انا مرعبه. طيب انا عامل لهم منشن على فكره. انا باخد ارخص كوتيشن موجود في السوق من مصطفى امين واحمد القاضي. انا بعشق شغل الناس دي، والناس دي بتحب الشغل معايا لسبب واحد، انا ما بعرضهمش. الناس دي عارفه هي بتعمل ايه. ما هو بص، ما هو انت مذاكر ودارس بس مش صنايعي، هو دارس وصنايعي، فانت تعرف تقرا هو بيعمل ايه بس من فوق، بس تعرفش تعمله صح. فتسيبه يعمل اللي هو عايزه، بس انت تقول له وجهة نظرك او توجهه لو هو ده مش طلبك. لكن تلعب في حاجه بتاعته، لا، انت دماغك تعبانه. يا اما انت عايز تبين ان انت فاهم في كل حاجه. هم قصه نجاح في انت دارس مكان. وهو دارس، انت مش صنايعي هو صنايعي. هم قصه نجاح في كذا بالظبط. مكان. فعملنا البحر هنا احلى. فاخترت فونت والوان بتاعتي انا، وانا عندي كام سنه بقى؟ انا عندي 42 سنه. فاخترت الفونت بتاع شريط محمد منير وشريط ايهاب توفيق ميال، كان فونت كده ايه، في تقطيعه كده. فوانا بختار الفونت كده، فاحمد القاضي ومصطفى قالوا لي ضن خلاص. ما قلت لهم طب اصبروا، هو انا بتارجت مين؟ قال لي بتارجت البروكر. قلت له الكلام سليم. هو البروكر ده عنده كام سنه؟ 22 سنه الى 25 سنه الى 26 سنه. البياع، ما انا عايز اعلم في دماغ ده عشان يوديني للعميل، صح ولا انا غلطان؟ طيب. قال لي صح. قلت له يبقى هنده العيال الصغيره السيلز اللي عندي، هم اللي يختاروا الفونت، وهم اللي يختاروا الالوان، وهم اللي يختاروا الفيجوالز. فندهت 5 6 صبيان على بنات كده سيلز. ندى كانت منهم؟ ندى كانت منهم. ندى شاطره برضه. راحوا مختارين بنتي من بناتي دي. عسل شاطره جدا. راحوا مختارين لون وفونت تاني خالص. فنجح نجاح غير عادي، لان انت لازم تكون عارف انت بتبيع لمين، ولازم تكون، اصل انت ما فيش حد بيبيع لكل الناس، وما فيش حد هينجح انه يوصل لكل الناس، وما فيش حد بيبيع كل حاجه. فانت هتبيع منتج معين لشريحه معينه وهتخاطب فئه معينه. غير كده يبقى احنا بنضحك على بعض. يعني انا داخل يا فندم وتعالى، والمشروع بتاعك ده انا هبيع لك في الدنيا كلها وكل السكان هيجوا لي وكل الدنيا. لا، انت بتخاطب شريحه معينه، بتحددها الفئه السعريه بتاعتك، بيحددها اللوكيشن بتاعك، بيحددها اسم الشركه بتاعتك. عملت نجاح مبهر في المشروع ده صراحه يعني. عملنا نجاح غير عادي. هو ده اللي حط دويني في بوزيشن على فكره. لا، كابيتال هيلز الاول هي اللي حطتني في بوزيشن. المهم ما بحبوش. فانا اتحركت على الاوت دور. قلت هنعمل اوت دور في القاهره، نعمل ونغرق الدنيا. قلت له لا، احنا هنعمل 40% في القاهره، 20% في الشيخ زايد واكتوبر، والباقي هنروح البحيره واسكندريه والمنصوره. طب اشمعنى؟ قلت
قلت له تعال نبص على اللوكيشن بتاعنا، احنا في الكيلو 77 وفي الكيلو 82، يعني احنا نعتبر بعد العجمي، يعني زقنا شويه في الساحل بس مش الشرير، احنا في الساحل الطيب، لازلنا برضو في الايه، في الحلويات بتاعتنا دي. اشتريت في المشروع ده؟ لا لا ليه؟ والله هشتري باذن الله، هشتري. لا خد بالك دول بداوا بونا ما شاء الله، كمان انت بداوا عرفت بونا في المشروع. تخوف من منين؟ لا بداوا بونا الحمد لله والله. ربنا لا يوفقك. اصل انا بعت الناس كتير يا حبايبي يعني، فلو ما بداوا بونا الحمد لله فده طمن قلبي يعني. الحمد لله. طيب فبدانا نشتغل على اساس الناس بتوع اسكندريه اللي بياخد شقه الساحل دي فيرست هوم مش سكند هوم، طبعا، لانه قريب. طب بتاع المنصوره عايز يبقى اسمه في الساحل بس بسعر بس كويس. بسعر كويس، عايز ينزل على مول زهران. بس انت اللي هو اخرت اللونش قوي. اخرت اللونش لاني ما كانش عندي اي ماتيريال، لا كان عندي مساحات ولا كان عندي تكويد ولا كان عندي دراسه جدوى ولا كان الاستشاري ادانا اي ورق لاي حاجه في المشروع. سالوا السبب ان انت عندك كذا لونش نازلين في نفس التوقيت. انا ولا كان عندي، انا كان لا، عندي لا، احمد كان- الحداد وزايد ودول اباطره هينزلوا هيفوروني، وكان معاهم اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله كود كان صاحب الشركه محترم جدا والله ما سيد. فاكر اسمه، سيد. فالناس دي هتعورني لما انزل. هو انت قبلي؟ انا قبلي وبحري، انا عندي مشروعين، انا نازل بنفس المشروعين، بس انا اسمي محمد الدويني بفضل الله. يعني انا جايز اكون شاطر في حته، مرعب. لا والله انا جايز اكون شاطر في حته، قال لي عنك كتير بس ما توقعتش كده. والله ابدا. حداد شاطر في حته، زايد اشطر مننا كلنا، ولكن انا عندي حته شاطر فيها، انا بعرف اخلي التيم اللي تحتيه يشتغل بحب. لا انا احسن واحد بسعر، ولا انا احسن واحد بخطط، ولا انا احسن واحد بعمل ماركتنج بلان، ولا انا احسن واحد بيدير شركات. انا عندي حته بعرف اشتغل بيها، اني بعرف ادرب فريق محترم فيطلع شغل حلو، فيبقى عندي تيم ما عنديش نجم. فالتيم اللي بلمه حتى لو اول مره يشتغل معايا، مع النولج اللي انا بديها له، لان انا على فكره بعمل سيشن مرتين في الاسبوع، واو. بلم الشركه كلها وبقعد ادي سيشن اقتصادي، معلومات عامه، الذهب بيعلى ليه والدولار بيعلى، الكلام اللي هو الاحداث اللي انت بتاخده في الجيوسياسيه اللي الكورس. حياتنا، عشان كل اللي انا تراجع باخده في برضه. الماجستير والدكتوراه وفي نفس الوقت براجعه علم ينتفع وبذاكر. بيه. بالظبط. فالناس بتحبك وانت بتحب الناس دي وبتتعامل بقلب معاهم فبينجحوك. ممكن يكون كريم اشطر في الكاميرا، ممكن يكون عابدين اشطر بالشياكه وبالاناقه وباللغه وبالكلام الحلو، ممكن يكون كريم حطب اشطر في الاسهم وفي التنطيط وهنبيع بمليون و200 ومليون 100. انا بديك امثله والله ابدا، والله ابدا جامد يعني يخبط زي ما يخبط كريم ده. بص كريم عقليه مختلفه. هو الراجل ما اعرفوش على فكره. هو على فكره كريم طيب جدا جدا، من اطيب مخاليق ربنا اللي هتقابلها في حياتك يعني، بس هو دماغه مكشوف ان هو بيمشي عكس التيار يعني. دماغه مريحاه. دماغه مريحاه يعني. هو بيفكرني بمين؟ بيفكرني برضا عبعال. مين ناجح يروح طالع شتمه، مين مش عارف ايه يروح طالع. بص ان هو انت تحطه مساويه بناس ناجحه في الماركت غلط. كريم مش فاشل، لا انا مش بقول ان هو فاشل، انا بقول ان يعني هو يعني انت وحش. حجمك اكبر من حجمي، ما اخبطش فيك عشان ابقى زيك، ده غلط. اسلوبه قد يختلف عليه الناس يعني. هو المفروض برضو يعدل يعني. كويس ان احنا على فكره في الحلقه دي النهارده نوجه له طلب ان هو بحترمه على فكره، ومش قصدي حاجه بس في الاول وفي الاخر انا شفته تعليقات سخيفه على ناس طلعت معايا، وده غلط. ده غلط مش صح، مش عشان البرنامج، هو بالعكس بيعلي من ريتش البرنامج. بس انا بتكلم في عقليه ان انت ما تعرفش دويني، فما تقولش بقى احنا همثل زيه. بص هو ممكن يكون بيخونوا التعبير كتير. لا ما هو ده مش طريقته صح. مش احسن هو راجل حاجة. كبير برضه، ولكن هو كبير، هو مش صغير، وبعدين ده CEO دلوقتي في شركته، وبقى داخل في السجل كمان يعني، الراجل بقى شريك. فانا هوجه لك كلمه يا كريم من المنصه دي يعني، ومنصه مستر سحرتي يعني، واحد الله كريم في قلبك كده وبطل تتريق على الناس. كلمه على التليفون عليك واتصل بيه على التليفون. كلمه على التليفون بقول له كلمتين دول عشان مش هعمل له منشن. ايوه المهم خلينا بس نرجع لموضوع البروكر بقى. مزعلينك في ايه؟ مش مزعليني والله، ده هم دول راس مالي اللي انا بخرج بيه من شركه لشركه. ولكن انا بطلب منك بس ما تبقاش زياده عن اللزوم. مش كل ما نجحت في شركتك وخدت عمولتين حلوين تروح رايح مأجر شقه وعامل شركه. مش كل ما خدت انسنتيف محترم بقيت صاحب شركه. احنا قلنا في فرق كبير ما بين الموظف وصاحب المال. انت قدراتك ايه؟ انت قادر على ده ولا لا؟ لانك انت لما هتمشي هترجع، ولو رجعت بيبقى شكلها مش حلو. وخد بالك في ناس رجعت ناجحه. يعني جزار
لما ساب البروكر ورجع تاني للتطوير، لا جزار ناجح، وكان ناجح في الفتره بتاعته. جزار بيبيع معايا في كل شركه بروح. جزار عايزين نستضيفه هنا برضو. طبعا يعني جزار لا جزار استاذ ده معمار الاشراف دلوقتي. ايوه معمار الاشراف. لا عايزين نستضيفه طبعا. فجزار محترم لابعد الحدود. لكن انا اعرف تجربته عن البروكر وازاي رجع. طبعا. لكن عكس بحبه جدا. ده وجه له بقى عشان انا ده اقول له عشان عايزين. اصل جزار ده خد بالك، انا اول ما جيت مصر وبدات ابقى هيد اوف بروكر في المنصور، مش بحسه بتاع جيم. ما انا ما اشتغلتهاش مجانا بقى، ما اشتغلتهاش جهجهوني. مش بتاع جيم، هو مش بتاع مبيعات. لا بتاع مبيعات، هو صوته ضخم عليه. لا صوته ضخم بس. رحت رايح جايب جزار، قلت له جزار علمني، انا عايز اعرف اتعامل مع البروكر ازاي، وايه اللي بيرضيك وايه اللي ما بيرضيكوش. دخل قال لي العموله وقتها، شيك مش عارف ايه، المطالبه، خصم المنبع 14%، مش عارف لو مسجل قيمه مضافه ولا مش مسجل، كنا لسه في البدايات ساعتها، هنعمل كذا ما نعملش كذا، اتعامل كذا يا دوني ما تتعاملش كذا. اذا ده راجل استاذ، ده راجل ما ينفعش ان انا اجي اقول جزار كده واسكت. طيب خلينا نقول على سؤال تاني. انت شايف ان اللايف تايم بتاع سيلز لما يبقى شاطر المفروض اللايف تايم في الشركه اللي هو فيها قد ايه بحكم خبرتك؟ يعني مثلا انا الشركه ومعايا سيلز، والسيلز ده يقعد معايا سنه، سنتين، 5 سنين. كبيرك سنتين. وعايز اقول لك حاجه تانية، كنت لسه قاعد في اجتماع قبل ما اجي لك النهارده مع بنوته شاطره قوي، قالت انا بقالي 3 شهور ما بعتش، وده لود عليا قبل ما يبقى لود عليك. قلت لها كلام سليم. قالت لي لو ما بعتش الشهر ده، قلت لها لازم تمشي كده. لايف تايم 4 شهور؟ لا انا بتكلم عموما، هو بيبيع هو عايز يكبر، يقعد زي ما يقعد، بس هو مهما كبر جوه الشركه وهو داخلها صغير مش هياخد المقابل المادي ولا التقدير اللي هياخده لو راح شركه جديده. يعني بص، لا اقولها تاني بقى عشان هقول لك اهو. انت راجل بياع، بديك 6000 جنيه، يوم ما اوصلك تيم ليدر هديك 7. لو راح بره هياخد 18. لو راح بره هياخد 14. طيب اوصلك سيلز مانجر بعد ما كنت بديك 7 بقى، ما انا كنت مبقششك، هروح مديك 10 بره تاخد 25. فانت هيفضل منظور لك انك انت سحرتي اللي جيت بياع. انت عايز مننا ايه؟ ده انت جيت بياع، ده احنا كبرناك، ده انت ابن الشركه. هي ما بتخلفش، ولا انت عمرك هتبقى ابن الشركه، لان انت يوم ما هتعطل عن البيع شهر 2 3 الرابع هتبقى في الشارع. فما تفكرش فيها كده، فكر لاسمك، فكر لدخلك، فكر لالتزاماتك. لقيت فرصه فكر احسن، ان انت لود اصلا بقالك 3 شهور بالظبط. لقيت فرصه احسن بسعر احسن، ادرس السوق كويس. اوعى تغلط غلطاتي في التنقل اوقات لبعض الشركات اللي دون المستوى. انا بعشق التحدي. باسم علمني كده. حلوه دي قوي دي. لو الحلقه خلصت عند هنا احنا استفدنا. والله بكلمك بجد والله. باسم علمني كده، قال لي لو دخلنا شركه ناجحه وبقينا استشاريين فيها وباعت اكتر سنه مش هنبان قوي. طب لو دخلنا شركه واقعه، اقول له، يقول لي ورفعناها وباعت وكسرت الدنيا وظهرت واتلمعت، قلت له قال لي نبقى ناجحين اكتر. فانا كنت دايما باخد التشالنج ان انا اروح شركه فاضل لها شهرين وصاحبها يسافر، يعني خلاص شهرين كده هو معهوش فلوس يحلق، بس هو هيسافر، هيشوف بقى مركب غير شرعيه، يعمل اي مصيبه. طيب ففجاه اروح مطلعها، فيمسك فلوس فيكمل والمشروع يتحرك. فده بالنسبه لي كان بيبقى نجاح اكتر. لان النهارده سحرتي وهو بيبص للدويني النهارده يقول لك ايه، والله لما بيروح شركه بيعمل حاله نجاح، جايز يكون عنده وجايز يكون ما عندوش، بس هو ربنا ميسر له في دي. صح ولا انا غلطان؟ مش انت اوقات بتقول ايه هي دي صنعته؟ لو انا سيلز فريش وداخل العقارات تنصحني بايه، او ايه الكورسات اللي تقول لي عليها؟ قولها للكاميرا برضو. لا انا مش هنصحك بكورسات، ولا هنصحك بان انت تعمل حاجه قد ما انت تذاكر مشروعك، وتذاكر المطورين اللي حواليك، وتذاكر المنافسين بشكل او باخر وبشكل قوي، لانك لازم تحفظ. ثم بعد كده هتبدا تتحرك وهتبدا تنجح، لانك هتبيع. كل ما هتسعى، كل ما هتنزل اورينتيشنز اكتر وتعمق علاقاتك بالبروكرز اكتر، هتبيع. بعد كده لازم تروح الجامعه الامريكيه. هقول لك ليه. الجامعه البريطانيه ليها مني كل الاحترام. اللي درسته فيها في خلال ال4-5 سنين اللي فاتوا يمكن هو 70% من اللي انا درسته في الجامعه الامريكيه في 6 شهور. انا كنت بدرس ماجستير ودكتوراه في حاله شامله عن كل حاجه في حياتنا، استراتيجي مانجمنت وماركتنج وحاجات ملهاش علاقه بالعقار. لكن لما بدات اروح الاي سي، انت بتدرس حاجات ريل استيت بس، انت بتدرس تسعير قطاع عقاري بس، انت بتدرس ماركتنج للعقارات بس. دي 2 سنين؟ لا اللي هي 6 شهور ولا 7 شهور. فانت لما درستها
يعني مش مبلغ كبير والله. كام؟ قولهم كنت برضه. بدفع يوم واحد 7.5 ويوم 15 7 15,000 في الشهر، قعدت لي 6 شهور مثلا ولا حاجه، ولا 7,000 في الشهر مش فاكر، وقعدت لي 6 شهور. 40,000 يعني حاجه جنيه، 1000 دولار مثلا يعني. مش هي القصه خالص. انت بتدرس آه، بالانجليزي ولا بالعربي؟ لا، وانت لو اتنفست من اليمين للشمال هتزعل، فانت هتدرس بالانجلش. فطبعا انا عشان انا خريج مدارس لغات، ولكن طبعا على الله. طيب فكنت بعمل ايه بقى؟ شات جي بي تي ده ما بيتقفلش، انا فاتحه هو وجوجل شيت كده، هو سوري وجوجل ترانسليتر، لاني الالفاظ نفسها الترمينولوجي. صعبه. معلش اصل انا قاعد في دبي اليومين دول، ماشي. هتلاقي عندي الاكسنت متغيره، فهتلاقي بص، هندي، بكلم الانجليش، هندي. ايوه الانجليش في حد ذاته مش صعب، وانت بتفهمه كويس جدا، ما آه. بتتكلموش كويس بس بالظبط. بتفهمه كويس. مم. بس الاكسبريشنز نفسها بتاعه المذاكره صح. اتقل صح. ومخيفه. ولما تقابل واحد زي هاني جنينه، يعني انا دخلت اتصدمت اول ماده هاني جنينه. مين هاني جنينه ده؟ مش لازم نقول هو مين، لان ده مرعب. ايوه مرعب، ودارس في انجلترا، ودارس اقتصاد هناك، وبيدرس اقتصاد هناك. فان هو يجي يدرس لك في الجامعه الامريكيه ودي اول ماده بالنسبه لك، فانت امام عبقري. اسطوره. بالمناسبه هاني جنينه ده هو اللي خلاني عملت الفيديوهات دي، اللي هي الفيديوهات الاخيره بتاعه الاقتصاد دي. ان انا نزلت فيديو كده صغير كده، كنت صاحي من النوم ولابس تي شيرت كده ورايح الشغل، راح باعت لي قال لي لو استمريت على نفس المنوال ده، بنفس الكاريزما دي، بنفس الالقاء ده، بالمعلومات الصحيحه صح دي، صح. اقسم بالله معلقة يا مع دوني الناس هشوفك على التلفزيون قريب. معلقه مع فحتى الناس. رحت متصل بيه، معقول يا دكتور انت شفت قال لي شفت الفيديو كله، وكل فيديو هتنزله هشوفه. انا مبسوط. فانا استاذ لما يقول لي كده انا كملت، نعمل له منشن ده يا شباب. وبدات اذاكر اكتر واعمل له منشن. ده طبيعي يعني. فعلا سعيد باللقاء. طار كده وانت ما اديتنيش فرصه اسال، مسكت الحديده، مش عايز اقول لك، بس انا مبسوط يعني. الله يخليك يا فندم. بس انا عايز اسالك سؤال بشكل مختلف كده. حاضر يا فندم. انت ليه البيت كاست؟ ليه عايز تظهر في البيت كاست؟ ليه شفتنا مختلفين؟ عايزنا نبقى فين الفتره اللي جايه؟ ممكن تساعدنا ازاي ان احنا نطور من نفسنا؟ بص يا سحرتي، انا كل الناس اللي بتعمل الشغلانه بتاعتك اللي انت بتعملها النهارده دي، ناس مميزه وناس محترمه وناس احسن مننا كلنا. انا حابب قوي ان انا اجي معاك، وخصوصا لما انت كلمتني. لو تلاحظ انت قلت لي تيجي النهارده، قلت لك اجي بكره، سوري تيجي بكره، قلت لك اجي النهارده لو عايز. يعني انا بشوفك مختلف، انت الناس بتحبك بزياده، فالناس بتتابعك. مش للدرجه دي والله العظيم الناس للدرجه بتحبك، دي يا عم. والله الناس بتحبك، والله مش للدرجه دي. بالعكس والله الناس بتحبك والناس بتتابعك. وانت فيك ميزه ان انت ما بتقاطعش كتير. في مذيع كنت اروح اقعد معاه في التلفزيون مثلا واعمل حلقه، فيبقى عايز يظهر اكتر. فكل ما اجي اقول ايه السلام، يقول لي سؤال لازم نجاوب عليه، مش عارف ايه، ما الحقش اجاوب على السؤال، يروح السؤال التاني مش عارف فين، بيوديني في حتت انا مش فاهمها. انت مريح، انت بتسيب اللي قدامك يتكلم، وانت ممكن بس كل ما تلاقيه بيعطل كده او بيبعد شويه تروح انت ايه لسعه واحده كده مرجعه تاني ايه على الصف، فتلاقي الحلقه مشيت لوحدها، فبتبقى ناجحه. فانا لما بتفرج عليك معاك حداد ولا معاك غيره انا مبسوط، معاك مأمون انا مبسوط، معاك ناس طالعه بتتكلم بشكل احترافي، وناس محترمه، وانت مديله الحديده كامله، مش عايز منه اي حاجه، مش عايز صورتك اللي تظهر، انت عايزه هو اللي يظهر. فانت عندك القدره انك تطلع الكلام من الناس. ولهذا السبب دايما لما تتكلم مع مذيعين يقول لك انا عرفت اطلع منك الكلام. لو انت قلت له بيبقى فرحان جدا، لان ده نجاح بالنسبه له. لو انت قلت له انت قاطعتني كتير ما فهمتش بيزعل، بس هو عايز يظهر، فده مش واثق. لكن الواثق هو عايز اللي قدامه يظهر، لان مش فارقه معاه، انا اسم وهو اسم، وانا معروف وهو معروف، وانا مش زعلان ولا غيران. فده عندك، عشان كده انا مبسوط ان انا معاك النهارده. البرنامج يروح في حته تانية ازاي؟ يروح في حته تانية يعني. ازاي؟ مش بس تقابل رؤساء القطاع او الرؤساء التنفيذيين او اصحاب شركات البروكر، انا محتاج منك كمان تنقل لي البياع الصغير بيفكر ازاي. عايزك تقابل بياع ناجح وتقعد تتكلم معاه، تشوف قصته ايه، نجح ازاي، ساب ايه ولقى ايه عشان ينجح. بطل يقعد على القهوه فاصبح مركز اكتر، فاصبح بيصحى من النوم بدري، ننزل فاصبح بيذاكر اقل. أيوة. يعني ده رايك؟ يعني ننزل لقاعده جماهيريه هو اكبر. هو ايه اللي نجح العاصمه؟ ما انت بتقابل تايب سي. صح ولا انا غلطان؟ صح. طب وبتاع التجمع وبتاع زايد؟ بس انا يعني هقول لك على حاجه برضو انا خايف منها، ان انا اقابل سيد.
هيقول لك هو بينجم السيلز اللي عنده في الشركه، لان انا ما اعرفش مين السيلز اللي ناجح بره. فدي انا هجيبها ازاي؟ هتقابل بتوع ستيب 1 يعني. يا عم قابله، هي شغلانه، ما تنجمهم يا سيدي. ما هو انا بس حسسني انا وانا قاعد بتفرج ده بيقول ايه وعايز ايه وايه تطلعاته وايه بيتكلم على مديره ازاي. ما خد بالك في ناس كتيره جدا لما بتقعد معاها وانت مديرها ما يقدرش يقول لك حاجه وحشه. يا سلام على الشركه مستر سحرتي، احنا بنحبها حب وبنحب مستر سحرتي حب. طب قعد مع الدويني بقى ممكن يحكي كلام تاني، صح ولا انا غلطان؟ فانا عايزك تقابل البياع، مش لازم بياعك، قابل اي بياع من اي شركه. يعني انت قصدك رؤساء القطاع التجاري اللي موجودين اللي طلعت معاهم انا اطلب من دويني يديني احسن سيلز عنده مثلا، واطلب الفئه العمريه مثلا كريم من مأمون كذا، واطلب من شادي زياد كذا. برضو احنا ما ذكرناش شادي، ده من انجح الناس الموجوده في المجال. برضو محمد عامر بيعمل حاجه شبيهه ليك على فكره، وحاجه محترمه. ما طلبنيش ابن لا بص انا ملاحظ ان معظم الناس بدات بعديك الحمد لله، وده نجاح. لا مش فارقه معايا. انا والله هدفي ان البرنامج ذكر فان الذكرى تنفع. ليه؟ عشان انت زي ما انت قلت في الاول، يعني انا بنفع الناس بعلمي. فانا شايف ان انا وصلت لحته، اي نعم شركه الايجنسي اللي مطوره معانا التسويق وبتعمل معانا التسويق هم اصحاب الفكره، فقالوا لي ليه ما تطلعش انت. انا ما كنتش بنوي ان انا كنت عايزهم يجيبوا مذيع يتكلم مع الناس ونحط اسم ستيب 1 اليت وراها والسحارتي يبقى يطلع في حته وبتاع. قالوا لي لا انت بتتكلم كويس، اطلع يلا والناس تحبك وتتشهر اكتر ومش عارف ايه. فهي جت ان احنا عايزين نخلق منتج يكون بيذكر الناس. اي نعم هو تكلفه على الشركه وما بيجيبش اي عوائد ربحيه. يعني انت قلت لي هكرمش حاجه من جيبي واديها لك، صدقني في 200 جنيه في الجيب شايفين ما بناخدش فلوس اصلا. يعني جالنا سبونسر مؤخرا واحنا رفضنا. يعني الموضوع مش ربحي قوي قد ما ان هو مش مكلف، بس في نفس الوقت يبقى ذكرى علينا، تدوين على اليوتيوب، تدوين على تيك توك، تدوين على الانستجرام. بس انا فعلا سعيد بالكلام اللي انت قلته جدا جدا جدا. ما تفرقش يعني، انا فرق معايا جدا الكلام اللي انت بتقوله، حتى لو انت قاعد معايا وبتكبر اول الموضوع. بس انا مش مستفيد حاجه ان انا ابقى محبوب. انا في الهواء هدفي مش ابقى محبوب او مكروه، لا انا هدفي ان انا انفع الناس. انا هدفي ان الناس لما تيجي تبقى قاعده مكاني في شركه كبيره عملتها بقالي 15 سنه يبقوا عارفين انا عملتها ازاي، الكونسيستنسي بتاعت ستيب 1 اليت ماشيه ازاي، البرنامج اتعمل ليه. لان برضو هدفي، كل الناس بتسالني انت البرنامج ده معمول ليه، عشان واحد زي دوين يجي حكى ان هو كان بقاله كذا مش بياخدهم بالهيلمان وكسب من ايه وبقى يتنقل من شركه لشركه وفي الاخر ما عملش حاجه. بس انت النهارده بتضيف الفيديو بتاعك ضاف لناس كتيره جدا كلموني عنه. فيلا دويني تعالى نقول كلمتين يساعدوا الناس. الفيديو بتاع الفقاعه العقاريه كمان فرق كتير لما شرحتها، يعني لاني الناس في مصر هنا طول ما هو قاعد يقول لك احنا في الفقاعه. طب الفقاعه امتى؟ طب انت عارف يعني ايه فقاعه عقاريه؟ طب عارف هي حصلت في امريكا سنه كام وحصلت ليه وايه ارقامها وايه مؤشراتها؟ طب انت عندك اصلا رهن عقاري؟ لا. طب انت عندك قروض عقاريه حقيقيه ولا احنا بنضحك على بعض؟ احنا بنضحك على بعض. لان المطور العقاري في اي حته في العالم بيقدم لك العقار. وانت مش شايف ان في ركود اصلا؟ شايف ان في ركود، مش شايف ان في فقاعه. طب الركود ده سببه ايه؟ حله ايه؟ بص، تسعير مش سليم؟ لا مش قوي كده. هو التسعير مهما كان مش سليم، انت عندك مشكله في حاجه تانية مهمه. الشريحه اللي كانت بتشتري منك قلت. الوضع الاقتصادي بتاع الناس دلوقتي في البلد قل. يعني ايه؟ يعني النهارده اللي كان بياخد 40,000 جنيه بيوفر منهم 20 يدفعهم قسط مكتب اداري في العاصمه ولا حاجه، دلوقتي بقى يدفعهم في سوبر ماركت. صح ولا انا غلطان؟ النهارده اللي كان بيفول ب 1500 جنيه في الشهر بقى يفول ب 6000 جنيه في الشهر، 4 مرات ولا 5 مرات. صح؟ طيب انت مصاريفك زادت بشكل غير عادي، فاصبح حلم ان انت تمتلك عقار مش زي الاول. الاول كنت بتمتلك عقار و2 و3 و4 و5 وكنت تبيع للعميل مره و2 و10. دلوقتي بقت العمليه اقل، شريحتك قلت. في بعض المطورين مسعر على 100 جنيه الدولار، فعايز يوصل لتسعيره مش خرافيه، مش هتوصل لها طبعا عشان تبقى فاهم. وانت حتى لما الدولار استقر برضو عشت الدور ومسكت في الرجوله وقعدت لي برضو مسعر بال100 جنيه في الدولار ومش عايز تعمل فترات سنوات طويله. اديك قاعد لا بتبيع ولا هتبيع. حلقه كانت جامده، هيفي كونتنت. مبسوط ان كنت معاك. انا بشكرك والله، وبشكر الفريق بتاعك كله، وحقيقي انا فخور ان انا كنت معاك النهارده يعني. شكرا.